دلوقتي بقى هوريكم ايه الحاجات اللي انا هغيرها في البيت واعملها على مزاجي، وهبقى اخد راي احمد. يعني كنا عايزين نوسع باب البيت بس للاسف مش هينفع عشان العمودين دول في الواجهه. بدأنا نكسر بقى ونوسع الحاجات اللي احنا عايزينها، وخليت المطبخ امريكان، وعملت كمان في غرفه للتخزين هتبقى الشكل ده، بس ان شاء الله لما تتشطب. خرجت من هنا كتف كده عشان اعرف احط وراه الثلاجه، وهنحط في الحيطه دي الحوض وفي الحيطه دي البوتاجاز. ده اغرب سلم بيت انا شفته في حياتي، بس ان شاء الله هيبقى كده بعد ما نشطب. وسعنا حمام الشير عشان ياخد شاور، وغيرنا مكان ابواب الغرف. اخترت اكتر اوضه منوره عشان تبقى اوضه تصوير، هنا بقى الابداع كله هيطلع. وطبعا انا كمان هصور فيها. دي بقى الغرفه الماستر، هتبقى احلى اوضه ان شاء الله بس لما تتقسم صح. نقلت باب الحمام من جوه الدريسنج لبره عشان اقدر استغل الدريسنج واعمله حرف يو. بس حمام الماستر صغير لسه مش عارفين هنقسمه ازاي. الروف بقى احنا عدلنا فيه حاجات كتير قوي، اولهم ان احنا كسرنا الحيطه دي خليناها بقت نص حيطه بس عشان تزود اضاءه على السلم، وعلشان المكان فوق كمان صغير فكده هنحس ان هو اوسع بكتير. المساحه دي بقى كانت متقسمه جزئين والاتنين اصغر من بعض، ليفنج وناني روم. احنا فتحناهم على بعض عشان تبقى مساحه اكبر ونقدر نستغلها. الفتحه دي كانت شباك، احنا خليناها باب عشان نعرف نوصل بسهوله للروف الخلفي، لانه كان لازم نخرج من الفتحه الرئيسيه للروف الامامي عشان نوصل للروف الخلفي عن طريق الطرقه الصغيره دي. فانا لما فتحت الشباك ما بقاش ليها لازمه، فقررت استغلها. تفتكروا بقى هعملها ايه؟ وهنا بقى قررت اقفل جزء صغير للغساله بالطوب والرخام، يعني حاجه هتبقى محافظه على الغساله كويس جدا. وهنعمل هنا حوض عشان لو طلعنا نشوي فوق. الحمد لله.